السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن مرض ويلسون، وهنتكلم عن معاناة اهالي اصحاب المرض ده، هنتكلم عن معاناة اصحاب المرض ده واهاليهم، تمام، والمعاناة اللي ايه في التأمين الصحي. اول حاجة هنعرف يعني ايه ويلسون، يعني الشخص اللي عنده ويلسون يعني ايه. انا هقول لكم ويلسون يعني الجسم بيتراكم النحاس جوه الجسم، ولا مش بيتم اخراجه. يعني احنا في الطبيعي لما بناكل حاجات فيها نحاس زي مثلا كبده، شوكولاته، بعض الاسماك، الجمبري والحاجات دي بتبقى فيها نحاس عاليه. فاحنا لما بناكل الحاجات دي المفروض ان احنا الشخص الطبيعي النحاس بيتوزع عن الجسم، والزياده بينزل عن طريق البول، تمام. بس اللي عندهم مشكله ايه بيحصل عندهم؟ النحاس بيتراكم جوه جسمهم مش بيتم اخراجه، فبالتالي النحاس ده بيأذي ايه، بيأذيهم جوه جسمهم. فالنحاس بيتراكم يا اما في الكبد يا اما في الجهاز العصبي في الدماغ، او في نن العين، في قاع العين. بيبان بالذات في فحص قاع العين، تمام. فالمريض كل ما يكتشف المرض ده بدري كل ما ايه بيبقى احسن له، اللي هو ياخد العلاج بدري احسن، عشان ايه بينزل النحاس الزياده اللي في الجسم قبل ما يضر الكبد مثلا، ويعمل تضخم في الكبد او يضر ايه اي جهاز اخر. فهنا في ناس بتشخص عندهم عن طريق مثلا السونار، بيكتشفوا ان في حاجه، ان الكبد متضخم، ان في زي ماده شمع كده على الكبد. وفي اطفال ما بيتشخص الا عن طريق ايه تحليل الجينات الوراثيه. تحليل الجينات الوراثيه بيبين اذا كان المريض ده عنده فعلا في طفره معينه جينيه، عنده ويلسون او لا، تمام. طب احنا عاملين الفيديو ليه النهارده؟ اكيد مش عاملينه عشان نتكلم وخلاص، لا، احنا عاملينه عشان خاطر انا دخلت بالصدفه يعني جروب اهالي مرضى ويلسون في مصر. الجروب ده فيه مرضى كتير جدا. يعني الاول ما كانش منتشر عندنا في مصر المرض ده، ما كانش موجود، كان في افريقيا ودول تانية ما كانش، لا، في مصر في كتير. الحمد لله رب العالمين ان المرض ده ليه علاج. هو مش بيعالج الحالة، بس هو بيعمل ايه؟ بينزل النحاس الزيادة اللي في الجسم عن طريق البول. ف... فكده النحاس مش هيتكون، مش هيتراكم في الجسم، فمش هيضر ايه الجسم. فدي حاجة الحمد لله كويسة. المشكلة بقى اللي عندنا هنا في مصر ان العلاج غير متوفر، ان اهالي المرضى دول بيروحوا التأمين مثلا، ما بيلاقوش العلاج. لو جابوه مرة ما بيجيبوش الشهور مرتين ثلاثة، ما فيش علاج. وهم اساسا ما قدامش اي حل غير البرشامه دي، لان لو مثلا ده طفل او مثلا ده كبير او ايا كان سنه ما خدش العلاج ده، فالنحاس هيتكون جوه جسمه، فهيحصل له ايه؟ يا اما هيحصل له مشكله في الكبد، يا اما عينه، يا اما الجهاز العصبي. وعلى فكره بيأثر على الرجل، وبيأثر على العظم، وممكن يحصل يعني مضاعفات خطيره. فهم العلاج بيخليهم في امان، ان هو النحاس البرشامة بياخدوها فبتنزل النحاس الزيادة اللي في الجسم، مع طبعا نظام غذائي هم عارفينه بيقللوا الأكلات اللي فيها نحاس. او الاطفال اللي عندهم تمثيل غذائي برضو المفروض ان هم ايه ليهم لبن معين وليهم اكل معين، ما يقدروش ياكلوا اي اكل اللي احنا بناكله، لان الاطفال دول يا حبايبي الاكل بيدخل، لما بياكلوا الاكل بيتحول لسموم فبيضر جسمهم. فدي حاجه برضو خطيره جدا. اطفال اللي عندهم تمثيل غذائي الله يكون في عونهم وعون اهاليهم، ربنا يشفيهم واتمنى الشفاء. كمان العلاج بتاع ويلسون ده لما بيروحوا يشتروه من بره ما بيلاقوه كمان، ولو لقوه بيلاقوا العلبة ب5000 جنيه. العلبة دي ممكن تكفيهم شهر. وفي ناس والله انا اعرفهم، ولو انتوا هتدخلوا الجروب بتاع مرضى ويلسون هتلاقوا فيه اهالي
عندهم مش ابن واحد بس اللي عنده ويلسون، لا عندهم طفل واثنين وثلاثه. فتخيل رب اسره يعني مسؤول عن طفلين ثلاثه عندهم ويلسون، هيجيب لهم منين لكل واحد فيهم 5000 جنيه كل شهر؟ يعني 15000 جنيه علاج بس، غير بقى اللي هو بيلف بيهم اكيد على الدكاتره، ولازم يتابعهم دايما ويعمل لهم سونار ويعمل لهم تحاليل ويتابع حالتهم عشان يفضلوا في امان. فبصراحه يعني هي حاجه محزنه جدا. اقل حاجه من حقنا ان احنا نلاقي العلاج، وهو مش علاج بس مرضى ويلسون الغير متوفر، لا للاسف في التامين الصحي فيه علاج كتير قوي غير متوفر، وفي معاناه كتيره جدا بنقابلها. يعني بالذات كبار السن، انا بشوف بعيني كبار السن رايحين ياخدوا علاج مزمن ليهم بيتمرمطوا، لان مفيش نظام. ومفيش نظام، لسه النظام بتاع الورق والملفات لسه زي ما هو. يعني المفروض ان الدنيا اتطورت والعالم كله اتطور وبيتعامل بالكمبيوتر وسيستم معين. اتمنى ان حد يشوف الفيديو، واتمنى ان انتوا تنشروا الفيديو وتعملوا لايك بقى وتشتركوا في القناه عشان الفيديو ينتشر، وتصلوا على النبي في كومنتات عشان الفيديو ينتشر. يمكن الفيديو لما ينتشر حد يشوفه يحس بالناس دي، يحس بينا ويحس بالاطفال بالذات اللي بياخدوا علاج مزمن وبيروحوا التامين مش بيلاقوه، وان في علاج يا عيني بالالوفات بره، وفي اهالي ما تقدرش تشتري. يعني فالحل ايه بقى؟ ان العيال دي تموت ولا ايه يعني؟ لا اتمنى حد يهتم بوزاره الصحه، يهتم بالتامين الصحي، يهتم بالناس كبار السن اللي بيتعذبوا وبيطلع عينيهم في التامين عشان يجيبوا العلاج الشهري بتاعهم. وشكرا جزيلا.